السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن المفعول به. المفعول به والله يعني ليه قصة معانا ان احنا طلبة ازهرية. فكان بالنسبة لنا المفعول به ده اللي هو لما احب انا عايزة اضايق حد فاقول له انت مفعول به. يعني مفعول به يعني انت اللي بيقع عليك، اي بني ادم عايز يعمل اي حاجة بتقع عليك انت. لكن الفاعل لا، الفاعل فاعل. فالمفعول به هو ايه؟ المفعول به انا بس افتكرت حاجة طريفة، ان المفعول به كنا زمان نعتبروه طلبه ازهريه بقى يعني دايسين نحو. احنا كنا بندرس النحو من احنا في ابتدائي وبندرسوه بكميات بالنسبه للطالب، طالب التربيه والتعليم. فبالنسبه لنا يعني عرفنا معنى المفعول به واحنا اطفال. انت مفعول به ايه؟ المفعول به انا فاعل. لما تحب تضايق حد انت مفعول به. المهم ندخل على درسنا. المفعول به ايه هو المفعول به؟ المفعول به هو الاسم الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. يعني ايه مثال؟ لما اقول ضرب المعلم الطالب، مين اللي ضرب المعلم؟ يبقى المعلم فاعل. مين اللي وقع عليه الضرب؟ هو المفعول به. فهو ده المفعول به اللي بيقع عليه فعل الفاعل. اديني امثله. قرأ التلميذ الدرس، قرأ فعل، التلميذ فاعل، الدرس مفعول به. طيب مين اللي وقع عليه قراءة الطالب؟ الدرس. يبقى المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. التعريف وكل مرة بقولها كل فيديو، أنا التعريف بالنسبة لي مهم جدا. ليه؟ أنا عايزة أطلع مفعول به، وبيجي أوقات الطالب إيه يدخل في موضع لغط معاه ما بين الفاعل والمفعول به. يعني مثلا والله لسه الكلام ده امبارح، جملة نزلتها ويشهد تشهد البطولات. تشهد البطولات. لقيت طلبة جايلين ان البطولات مفعول به وطلبة جاله فاعل. فطب انا حبيت اوضح الصورة، قلت وارد ان الطالب في المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة الاعدادية يحصل عنده لغط، دي فاعل ولا مفعول به، دي فاعل ولا مفعول به. تعال اقول لك على بسيط، طريقة بسيطة ان شاء الله توصل لدماغك. هتمسك الكلمة اللي انت شاكك فيها دي مفعول به ولا فاعل، وتشوفها هي عملت الفعل ولا وقع عليها فعل الفاعل. يعني انا البطولات طلبه قالت لي دي مفعول به وطلبه قالت فاعل. تعال نمسك علشان نتاكد، نمسك كلمه البطولات. تمام كده؟ تشهد البطولات. البطولات هي اللي شهدت ولا تشهد عليها؟ يعني هي اللي وقعت عليها الشهاده ولا هي اللي تشهد؟ اللي تشهدت. يبقى تشهد البطولات، البطولات هي اللي شهدت الحاجه تشهد، يبقى هي اللي حققت الفعل، يبقى هي فاعل. يبقى لما اجي يحصل معايا لغط، ما فيش حد كبير على فكره على الفاعل والمفعول به، الكلام ده يقينا. وهفضل اقول انا بيوجع في وشي ناس متميزه وعباقره وتيجي تغلط في الفعل والمفعول به. وارد. ما انت عندك دلوقتي لما تكبر سنه هتوصل للفعل اللازم والفعل المتعدي، فانا افضل محتار هو ده فاعل هو ده مفعول به. فهتبدا تدرس اللازم والمتعدي عشان يبدا يخفف عندك مشكله التفريق ما بين الفاعل والمفعول به. يبقى تاني، انا الدرس قرأ التلميذ الدرس، الدرس هنا مفعول به. طب ليه قلت عليها مفعول به؟ لان وقع عليها فعل قراءة التلميذ. يبقى المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. اول ما تيجي تغلط في الكلمة وتقول لي دي فاعل ولا مفعول به، نصيحة تبص على الفعل وتشوف الفعل. هو الكلمة اللي انت محتار فيها، الكلمة اللي محتار فيها هي اللي عملت الفعل ولا وقع عليها الفعل؟ لو هي عملت الفعل زي الكلمة دي اللي عملت لغط بين الطلبة، لو هي عملت الفعل تبقى فاعل. لو هي وقع عليها الفعل يبقى مفعول به. طيب يزرع الفلاح الأرض، يزرع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة زي ما التلميذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والأرض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة زي ما الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهنتكلم عن علامات الإعراب لما بإذن الله ندخل على علامات إعراب ونصب المفعول به في فيديو تاني. طيب أنا هنا الأرض هنا مفعول به، طب ليه ما قلتش عليها فاعل؟ لأن هي اللي وقعت عليها زراعة الفلاح، هي اللي وقع عليها فعل الفلاح اللي هو فعل الزراعة. يبقى المفعول به هو اسم، يعني مش فعل، هو اسم مش فعل، بيدل على من وقع عليه فعل الفاعل. هو ده الفرق ما بين الفاعل والمفعول به. امال ليه انا بقول التعريف مهم؟ الفاعل هو من قام بعمل الفعل، انا فاعل، هو من قام بعمل الفعل او اتصف به. طب والمفعول به
هو من وقع عليه فعل الفاعل. يبقى لما الكلمه تحتار الكلمه دي فعل ولا مفعول به، شوف الفعل، هي قامت بعمل الفعل يبقى فاعل، هي وقع عليها فعل الفاعل يبقى مفعول به. تمام كده؟ فبيقول لك لاحظ الكلمات، تعال بص معايا اللي باقي الجمل دي. عاقب المعلم المهمل. عاقب فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصال بشيء، والمعلم فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، والمهمل مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. ليه المهمل مفعول به؟ لان هو اللي وقع عليه فعل الفاعل، هو اللي وقع عليه عقاب المعلم. قرأت الطالبه القصه. قرأ فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التأنيث، والطالبة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والقصة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. ليه قلت القصة مفعول به ما قلتيش عليها فاعل؟ لأن هي اللي وقع، القصة هي اللي وقعت عليها فعل قراءة الطالبة. يبقى المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. أي طالب هيتلخبط ما بين الفعل مفعول به، شوف الفعل، لو عمل الفعل يبقى فاعل، لو وقع عليه فعل الفاعل يبقى مفعول به. نجد بيقول لك الدرس والمهمل والأرض والقصة والماء، كل اسم من الأسماء دي وقع عليه فعل الفاعل، ويعرب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة في حالة إذا كان مفرد أو جمع تكسير. طب افرض كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وأنا كنت حابة أتكلم عن العلامات بالتفصيل، زي مثلا شرح المعلم الدرسين. هنا الدرسين هنا مفعول به. طيب مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع، لأنه مثنى. يبقى المفعول به لو مفرد وجمع تكسير هحط له فتحة. أدي الدرس مفرد، والأرض مفرد، الماء مفرد، المهمل مفرد، القصة مفرد، عشان كده نصبته بالفتحة. وإذا كان جمع تكسير زي كرم المعلم الطلاب، هنا برضو منصوب بالفتح لأنه جمع تكسير. يبقى أنا حطيت فتحة لما كان مفرد أو جمع تكسير، وحطيت ياء لما كان مثنى أو جمع مذكر سالم. كرمت الدولة، في كل مرة لما أجي أشرح تكريم الدولة أقول كرمت الدولة المعلمين، يبقى المعلمين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. يبقى إمتى حطيت الياء؟ لما كان مثنى أو جمع مذكر سالم. وامتى حطيت بالفتحه؟ لما كان مفرد او جمع تكسير. تمام كده؟ فتحه مفرد او جمع تكسير، ياء مثنى او جمع مذكر سالم، كسره جمع مؤنث سالم. اقول كرمت المعلمه الطالبات، وهنا نصبته بالكسره عشان جمع مؤنث سالم. يبقى المفعول به لو مفرد جمع تكسير فتحه، لو مثنى وجمع مذكر سالم ياء، لو جمع مؤنث سالم كسره. طيب تعالوا نبص ركني الجمله الفعليه. ركني الجمله الفعليه فعل وفاعل، وما اقدرش استغنى عن احدهما، وقد تشتمل على مفعول به لاتمام معنى الجمله. مش فاهمك؟ تعال بص معايا على نجح المجتهد. كلمه نجح المجتهد دي جمله فعليه فعل وفاعل. ركني الجمله الفعليه فعل وفاعل. نجح المجتهد، هل المفعول به ركن اساسي في الجمله الفعليه؟ يعني انا لما اجي ادرس للطالب اقول له ركني الجمله الفعليه فعل وفاعل، ركني الجمله الفعليه فعل وفاعل. راح جاء الطالب لقى في الجمله التفاحه، والتفاحه مفعول به. هل المفعول به من ضمن اركان الجمله؟ ليس من ضمن ركني الجمله الفعليه، امال هو ياتي لاتمام المعنى. اكل الولد ايه؟ التفاحه. طب انا رحت قلت اكل الولد وسكت، اكل الولد وسكت، انا كده الجمله تمت؟ تمت خالص كمان، وتفهم المعنى، لان ركني الجمله الفعليه فعل وفاعل. امال التفاحه دي تممت معنى الكلام، اكل ايه؟ طيب نيجي بعد كده هناخد قطعه نتكلم فيها ونستخرج المفعول به. دخل المعلم الفصل. طب وانا ازاي مس بطلع المفعول به من القطعه؟ دور على كل الجمل الفعليه وحط كلمه ماذا او ايه. دخل في كل جمله فعليه هنحط ماذا او ايه. اللي يرد علينا، اللي يرد بالاجابه يبقى مفعول به. تعال نمشي جمله جمله. دخل المعلم الفصل، ادي جمله فعليه. المعلم دخل ايه؟ الفصل، يبقى الفصل مفعول به. فوقف التلميذ تحيه. ماذا وقف التلاميذ؟ لا مش ظابطه، يبقى بقى سيبنا من الجمله الفعليه دي، مش هناخدها. تمام.
فأشار لهم بالجلوس. ماذا أشار لهم بالجلوس؟ دي جار ومجرور مش تمام. طيب ثم أخرج التلاميذ الكتاب. ماذا أخرج التلاميذ؟ أو التلاميذ أخرجوا إيه؟ الكتاب. أدام ردت عليا بعد ماذا أو إيه كلمة وظبط المعنى يبقى كتاب مفعول به. أنا قلت لك تعال نجرب على كل الجمل الفعلية. وقال أحدهم أي. ماذا قال أحدهم؟ ماذا قال أحدهم أي؟ سيبنا منها. فقال المعلم. ماذا قال المعلم؟ سأحكي. لا تمام. طيب سأحكي لكم قصة، يعني فقال المعلم. ماذا قال المعلم؟ سأحكي. لا، يبقى الجملة دي مش لازماني. طب في جملة تاني. سأحكي لكم قصة. ماذا سأحكي لكم أو سأحكي لكم إيه؟ قصة. يبقى قصة مفعول به. طب ليه قلت عليها مفعول به؟ عشان حطيت ماذا وإيه قدام الجملة الفعلية ظبطت. خلي بالك أنا حطيت قدام هنا وما ظبطتش، ودي ودي ما ظبطتش. أنا كطالب علشان ما غلطش في استخراج المفعول به هعمل إيه؟ همسك قلمي وكل جملة فعلية أعمل عليها دايرة. كل جملة فعلية أعمل عليها دايرة. هتلاقي القطعة فيها 5-6 جمل فعلية. طيب بقى خلاص جمعت كل الجمل الفعلية قدامك، اتأكدت من دي كلها جمل فعلية. ما أنا عايز أدور على المفعول به، واستخراجه ليس بالشيء الهين على الطالب المبتدئ اللي بيدرس مفعول به. بس بقول لك أول خطوة بقلمك الرصاص حط دوائر على الجمل الفعلية. عملت دوائر على الجمل الفعلية أول خطوة. تاني خطوة حط قدام الجملة الفعلية ماذا أو إيه. اللي يرد عليك في ماذا أو إيه مفعول به. ما حدش رد عليك أو رد عليك جار ومجرور او ردت عليك كلمه غير مناسبه ان هي تكون اجابه لماذا وايه، يبقى اوعى تاخدها. زي لما قلت لك فوقف التلميذ تحيه. ماذا وقف التلاميذ؟ تحيه؟ لا مش ظابطه. ماذا دخل المعلم او دخل ايه الفصل؟ ظبطت. يبقى بحط ماذا وايه. لو الكلمه اللي ترد عليك في السؤال ده تظبط في المعنى مفعول به. لا ما ظبطش المعنى بيها يبقى كنسل الجمله دي وكمل باقي الجمل تجرب فيها ماذا وايه لحد ما يظبط معاك المعنى. ادينا مكملين. تتعرفون منها عنوان درسنا اليوم. يزور علي. يزور علي جده. ماذا يزور علي او يزور علي ايه؟ بيزور ايه؟ بيزور جده. يبقى جده مفعول به. مين اللي وقع عليه الزيارة؟ الجد. مين اللي وقعت عليه الحكاية؟ القصة. مين اللي وقع عليه اخرج التلاميذ الكتاب؟ مين اللي وقع عليه خروج اخرج ايه التلاميذ؟ الكتاب. مين اللي وقع عليه دخول المعلم؟ الفصل. ما هو ده من وقع عليه فعل الفاعل. فبسهل عليك اجمعه ازاي من القطعه وسط قطعه مليانه كلمات ومليانه جمل. كل اللي عليك زي ما بقول لك خطوه مهمه جدا دواير على الجمل الفعليه، دواير على الجمل الفعليه، وتيجي قدام الفعل تحط كلمه ماذا او ايه. لو رد عليك ماذا وايه كلمه هتبقى هي دي الاجابه، يبقى هو ده المفعول به. ما فيش حاجه ردت عليك تصلح لاجابه سؤال ماذا وايه ما تطلعهاش، يبقى دي الجمله دي ما فيهاش مفعول به، يبقى اوت مش معايا. وفي كل مره يشاهد علي طفلا. ماذا يشاهد علي او علي بيشاهد ايه؟ انا ماشيه في الجمل جمله. ماذا يشاهد او علي بيشاهد ايه؟ بيشاهد طفلا. يبقى طفلا مفعول به. يبقى مين وقع عليه المشاهده؟ الطفل. يبقى الطفل مفعول به. بص بقى معايا على الجمله الفعليه دي. فاستأذن عليه والده. خلاص جمله فعليه. قلت انا اي جمله فعليه احط قدامها ماذا وايه واجرب وانا وحظي. لقيت كلمه ردت علي على سؤالي نفعت يبقى مفعول به، ما نفعتش يبقى الجمله دي حاسبني منها. ماذا استأذن عليه؟ استأذن عليه ايه؟ استأذن والده. يبقى مين وقع عليه الاستئذان؟ مين وقع عليه فعل الاستئذان؟ الوالد. فاستأذن عليه والده ان يعطيه من ملابسه. هنا شكر الأب عليا. نيجي للجملة الفعلية شكر الأب عليا. هحط قدام الجملة ماذا وإيه. شكر الأب عليا. مين اللي وقع عليه فعل الشكر؟ عليا. يبقى ماذا وإيه ظبطت مع مين؟ مع عليا. وكان هو ده درس المفعول به. يبقى سريعا تاني المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. أول ما تيجي تحتار الكلمة دي فاعل ولا مفعول به شوف الفعل ده، شوف الكلمة اللي أنت محتار فيها فاعل ومفعول به. لو عملت الفعل يبقى فاعل، لو وقع عليها فعل الفاعل يبقى مفعول به. واتكلمنا عن العلامات سريعا. علامات نصب المفعول به. علامات نصب قلنا الفتحة لو مفرد أو جمع تكسير، والياء لو مثنى وجمع مذكر سالم، والكسرة لو جمع مؤنث سالم. طريقة استخراج المفعول به من القطعة بعمل دوائر على كل الجمل الفعلية واحط قدام الجملة الفعلية ماذا وإيه. اللي يرد عليا في سؤالي ماذا والكلمة اللي ترد عليا إجابة سؤالي ماذا وإيه
هتبقى هي ده المفعول به. الجمله اللي احس منها اجابتها غير مقنعه لماذا وايه، يبقى الجمله دي اوعى تاخدها، دي ما فيهاش مفعول به. وكده انا حاولت ان انا بقدر الامكان اجمع لك الدرس المفعول به. اكيد باذن الله في فيديو باذن الله هعمله تاني لقطع فيها تطبيق على المفعول به، وامتى الاقي المفعول به بالظبط. انا عايزاك تنشن تلاقي المفعول به في مواضع بنلاقي فيها المفعول به بطريقه ان انا احفظ المواضع دي يسهل عليا الدنيا في استخراج المفعول به. باذن الله هعمل فيديو تاني لتوضيح اكتر نقاط مهمه تاني في المفعول به باذن الله. استنوني فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.